واذا عندكم راس شي فلوغ وحيرين العشاء، اليوم جبت لكم الوصفه اللي تخلوا العائله ياكلوا هاد الكغاتان بطريقه جديده، ساهل ومفرمج وزيد بنين. هاد الوصفه لازم تجربوها. تبعوا معايا طريقه التحضير. واحد البنه واش نقول لكم. الحاجه الاولى عندي راس تاع شي فلور قطعته، من بعد جبت الكسكاس تاعي وحطيت هذوك الحبات، بلا ما نساو نرش له شويه تاع الملح ونخليوه يفور. وهنا من الاحسن ما تغليوهش، الطياب تاعو لمده 15 دقيقه الحبه تاعكم تجيكم هكذا واقفه. من بعد نسكرفج هذاك الشي فلور تاعي ويجيكم هكذا مزربع. من بعد عندي صدر تاع الدجاج كنت رحيته من قبل، وبلا ما نساو لي زيبيس تاعنا، ملح فلفل كحل شويه تاع الكمون ويبقاو اختياري. من بعد هنا رميت له كاس تاع لا شابلور ونخلطوا مليح هذيك المكونات تاعنا. عندي شويه تاع المعدنوس ونرمي له هنا صفار تاع البيضه ونطموا هذيك لابارس تاعنا. والسر البنه ما تكمش مع المنتوج الجبني سيزار المخدوم بلو فغي شيدار غودا، وانا كنت استعملت هذا تاع الكوغيير. درت شويه في لابوش هكا باش يجيني سهل وشكلتهم على شكل كريات. وما تنساوش ترمدوهم في الفرينه ونقلوهم في زيت تكون سخونه، نحمروهم بهذه الطريقه. وفي كسرونا عندي كاس تاع الكريمه سائله، وبلا ما نساو مغرفه من المنتوج الجبني تاع سيزار اللي راح يعطي لكم واحد البنه في هذه الكريمه، لازم تجربوه. من بعد هنا في البلاط تاعي كنت حطيت شويه تاع لي فريت قليتها من قبل، وبلا ما نساو نحطوا هذيك الكريمه تاعنا من الفوق. نزيدو نجيبوا الكريات تاعنا بعد ما قليتهم وحمرتهم مليح، ونزيدو نحطوا شويه من الكريمه اللي كانت بقاتنا هكا باش ما يجيناش البلاط تاعنا ناشف، شويه فخوماج رابي. والوصفه تاعنا راهي ليك واجده. كغاتان شي فلور كيما يحبوا الخاطر. نتلاقاو ان شاء الله مع منتوجات سيزار في وصفه جديده. الله يدوم القسطو والسلام.